لو انت غرقان في التراكمات ايا كانت ايه المرحله الدراسيه اللي انت فيها، وخاصه لو كنت ثانويه عامه، فكمل الفيديو ده للاخر. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا كويسين وبخير. الفيديو ده طلب كتير جدا جدا من الناس، في ناس كتير بتبعت احنا عندنا تراكمات مش عارفين نخلصها ازاي، فان شاء الله هنتكلم عن موضوع التراكمات ده بالتفصيل وازاي تتخلصوا منه بطريقه سهله. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، ولو اول مره تشوفوني انا منى البلتاجي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد هنزله. ويلا بينا على طول نبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه لازم تعملها ان انت يبقى عندك اراده ان انت عايز تخلص التراكمات اللي عليك دي، خاصه ان انت لسه في الاول، يعني ما عداش بس الا شهرين من الدراسه او شهرين ونص مثلا لو انت في ثالثه ثانوي، او لو انت في الجامعه فما عداش الا اسبوعين بس او 3 اسابيع من الدراسه، فلسه بدري ان انت تلحق التراكمات اللي عليك. كل ما بتلحقها بدري صدقني ده بيفرق معاك جدا وبيريحك نفسيا وبيخليك تكمل صح في اللي جاي. فاول حاجه لازم يبقى عندك اراده ان انت عايز تعمل الحاجه دي، ما تفضلش تقول من بكره هبدا اخلص التراكمات اللي عليا. مفيش حاجه اسمها من بكره، لو انت فضلت تقول بكره هعمل الحاجه دي صدقني عمرك في حياتك ما تعملها. ابدا من دلوقتي حالا. انا مش هقعد اقول لكم خطوات واقول لكم كلمات غريبه، هقول لكم الطريقه اللي انا كنت بعملها دايما لما كان بيبقى عندي تراكمات، وهي دي افضل طريقه كنت بخلص بيها التراكمات اللي عليا. اهم حاجه قبل ما اقول الحاجات اللي المفروض تعملوها ان انت لازم من دلوقتي تنوي من جواك ان انت هتبدا دلوقتي حالا. مفيش حاجه اسمها هتبدا من بكره، صدقني اي حاجه بتقول عليها ان انت هتبدا من بكره عمرك ما هتعملها الا بصعوبه بعد ما يكون عدى الوقت. فابدا من دلوقتي، ما تعملش جداول اسبوعيه لان الموضوع ده مش هيفيدك قوي، بس ممكن تحدد لنفسك فتره زمنيه تخلص فيها التراكمات اللي عليك دي. هنقول مثلا ان انت هتحدد اسبوعين مثلا، ما تعملش بقى جدول للاسبوعين دول تقول خلص فيهم مثلا الحاجات دي، لا خليك ماشي بالجداول اليوميه. هتعمل ايه؟ هتقسم المواد لجزئين، انت لازم تمشي في الجديد مع القديم، بس في مواد الجديد فيها بيعتمد على القديم. فانت هتعمل ايه في المواد دي؟ المواد دي هتبدا ان انت تحطها في اولوياتك ان انت تخلصها هي اول حاجه قبل حتى ما تبدا في المواد الثانيه. المواد الثانيه امشي فيها مع المدرس ايا كان النقطه اللي هو وصل لها دلوقتي، امشي فيها. لو كان القديم ملوش علاقه بالجديد كمل معاه في الجديد وسيب القديم شويه ولم في القديم بتاع الماده اللي الجزء الجديد فيها متصل بالجزء القديم. خلص المواد دي الاول، ولو لسه عندك وقت هتاخد جزء صغير من القديم اللي هو ملوش علاقه بالجديد ده. لازم تقسم التودو ليست بتاعتك ان انت اهم حاجه اولوياتك ان انت تخلص الحاجات الجديده اللي بتاخدها، ما تراكمش الجديد علشان تلم القديم فتلاقي نفسك راكمت الاثنين، فتلاقي نفسك بقى دخلت في دوامه مش عارف تلم الجديد ولا القديم وهتلاقي نفسك تايه. فانت هتقسم المواد لقسمين، قسم هيكون فيه المواد اللي هي الجديد فيها ليه علاقه بالقديم، دي هتخلصها اول حاجه. ولو لسه عندك وقت في اليوم بتاعك هتاخد فيه جزء من القديم اللي ملوش علاقه بالجديد علشان تمشي بالتوازي من كل النواحي، ما تكونش ضيعت جديد ولا ضيعت قديم، ويبقى في نفس الوقت ماشي مع المدرسين. ده هيحسسك بالانجاز اكتر. تاني حاجه بص على الكم، ما تبصش على عدد الساعات. ما تقولش مثلا انا هخلص الحبه دول في الكام ساعه دول، لا قول انا هخلص الكم دول وبعدين هبدا في اللي بعده. يعني ما تحددش عدد ساعات معينه للمواد، لا انت اهم حاجه حدد لنفسك كم تخلصه ايا كان بقى، المهم تخلصه. انا دلوقتي قدامي الحاجات دي مش هنام ولا هعمل اي حاجه في حياتي الا لما اخلصها، ولكن خليك منطقي في الكم اللي انت بتحطه. ما تحطش مثلا ماده عايزه منك مثلا 10 ساعات سماع و7 ساعات مذاكره مثلا وتحطها في يوم واحد مع المواد الجديده، لا حط كم منطقي عشان تقدر تخلصه، وده هيحسسك بالانجاز جدا. تالت حاجه مش دايما هتظبط معاك، مش دايما هتخلص كل الحاجات اللي انت محددها في يومك، فما تخليش ده يحسسك بالاحباط، لان طبيعي جدا انت كبني ادم توقع منك حاجه او حاجتين، بس اهم حاجه ان انت تتعلم من غلطك. يعني المره الجايه تقول انا المره الجايه ان شاء الله هحاول اخلص التودو ليست اللي عليا كامله او الحاجات اللي انا حددتها كامله ومش هوقع منها حاجه. مره في مره هتلاقي نفسك بتمشي عليها كامله. الحاجه اللي بعد كده ما تبداش بالحاجه الصعبه قوي او تبدا في الماده دي بالجزئيه الصعبه قوي، لان انت لو ما عرفتش مثلا تفهمها او حسيت ان هي صعبه هتلاقي نفسك مش عايز تكمل. فابدا بحته سهله او بالحاجه السهله علشان ده يشجعك اكتر ويحسسك ان انت فاهم عادي وان انت تقدر تلم التراكمات اللي عليك. طبعا احنا عندنا مثلا لما الهمه تجيلك وتقول هلم التراكمات، كل مره بتيجي على نفس الماده وتذاكر نفس الحته المعينه او ما تعرفش تذاكرها فترجع تاني وتقول انا مش هعرف اعمل حاجه ومش هعرف الم التراكمات اللي عليا فتسيب الماده. فلما تيجي تبدا في ان انت تلم التراكمات ما تبداش بنفس الماده دي تاني، ابدا بماده تانيه او ابدا بجزئيه تانيه في الماده دي، علشان الحته دي او الماده دي هتبقى مرتبطه في دماغك بان انت مش هتعرف تعمل الحاجه دي. ابدا بحاجه تكون سهله بالنسبه لك، تكون حاسس ان انت هتقدر تخلصها. وما تنساش ان الندم على تضييع الوقت هو تضييع وقت، يعني ما تفضلش تندم على الحاجات اللي فاتتك وتقول ده انا ضيعت، ده انا عليا تراكمات، طب انا هعمل فيها ايه وما اعرفش ايه، لان ده اصلا تضييع وقت. ما تفضلش تصيح يا جماعه بجد. يعني في ناس مثلا بتصيح بهزار، اللي هو بنبقى في سنين دراسه عاديه في الجامعه في اولى ثانوي في ثانيه ثانوي فبنصيح على اي حاجه بتحصل، لكن الصياح في ثالثه ثانوي ده ملوش اي 30 لازمه، ان وقت الصياح ده انت اولى بيه. ما تفضلش تصيح وتندم على اللي فات، ان ده بجد تضييع وقت. واخر حاجه لو انت ناوي ان انت تخلص التراكمات اللي عليك، اكتب هنا في الكومنتس ان انت ان
شاء الله هتبدا ان انت تخلص التراكمات اللي عليك علشان تشجع غيرك. ولما تخلص التراكمات اللي عليك ارجع تاني لنفس الكومنت ده واكتب تحته ان انت خلصت التراكمات اللي عليك، لان الدفعات اللي بعدك لما بتيجي تشوف الفيديو ده تدخل على الكومنتس وتقلب فيها وتلاقي ان في ناس كان عندها تراكمات وفعلا قدرت تخلصها. ده بيفرق معاهم جدا، وده حصل في فيديو كنت منزله برده عن التراكمات وكنت بقول لكم فيه اعملوا برده نفس الحركه دي، ان انتوا تكتبوا في الكومنتس برده. والدفعه اللي بعدكم دلوقتي بتدخل تتفرج على الكومنتس دي وبتبقى بجد فرحانه ومبسوطه ان فعلا في ناس كان عندها تراكمات وقدرت ان هي تخلص. واهم حاجه ما تيأسش، لان لسه بدري، انت قدامك وقت كبير جدا 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 ان انت تلم التراكمات اللي عليك، فما تيأسش وتضيع وقتك في الندم. وبس كده، بتهيألي الفيديو ده سريع، حبيت بس اتكلم في الموضوع ده علشان كان في ناس كتير عندها تراكمات وسألتني عن الموضوع ده كتير. وبس كده انا خلصت الفيديو بتاعي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد هنزله. وكمان ما تنسوش تعملوا شير للفيديو ده لاصحابكم عشان الباقيين يستفادوا، وقولوا لي ايه الحاجات اللي حابين ان انا اتكلم عنها في الكومنتس الفتره الجايه. بس كده، باي باي.